توفي نجم الغناء العراقي الكبير ياس خضر عن عمر ناهز 85 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض. وقالت النقابة في بيان تلقته: إنه ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل صوت الأرض الفنان ياس خضر. وبيّنت أن الفنان الراحل وافته المنية مساء هذا اليوم في بغداد إثر مرض عضال، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان. وتوفي الفنان ياس خضر بعد أقل من 24 ساعة من وفاة الشاعر العراقي كريم العراقي. وقبل أيام، تراجع الوضع الصحي للمطرب العراقي ياس خضر، الذي كان يرقد في المشفى منذ حوالي الأسبوعين، حيث تم نقله من مشفى ابن سينا المختص بأمراض القلب في العاصمة بغداد إلى مشفى مدينة الطب ببغداد أيضًا، حيث تم وضعه على الفور في غرفة الإنعاش، لأنه يعاني صعوبة بالغة في التنفس من دون أجهزة طبية. ويعد المطرب ياس خضر ركيزة قوية جدا من ركائز الأغنية العراقية الأصيلة، حيث له المئات من الأغاني التي لحنها ملحنون عراقيون وعرب، وباتت معظم أغانيه تعد من روائع الغناء العراقي الأصيل، لأنه كان يحرص على غناء الأغاني الطربية، الأمر الذي جعل أغانيه تحظى بشهرة كبيرة داخل وخارج العراق، وهو حتى قبل دخوله إلى المشفى خلال أزمته الصحية الأخيرة كان يتهيأ لتسجيل 3 أغان جديدة. ويمتاز المطرب ياس خضر بتعاونه مع الملحنين الشباب، حيث يحب التنوع في أعماله الغنائية.